الزوج النرجسي، ازاي تعرفي تتصرفي وتتعاملي مع الزوج النرجسي، وايه الخطوات والنقط لازم تخلي بالك منها جدا في حاله ان كان جوزك نرجسي. عشان كده في الفيديو ده احنا هنتكلم على 6 نقط عشان نغطي الموضوع ده بالكامل. اول نقطه هو تعريف مختصر بالنرجسيه. تاني نقطه هي علامات بتدل فعليا ان جوزك شخص نرجسي. النقطه الثالثه هو ازاي انت تتعاملي مع الزوج النرجسي. النقطه الرابعه، هل فعليا في امل ان جوزي يتغير؟ هل فعليا الزوج النرجسي ده في امل انه يتغير ولا لا؟ النقطه الخامسه هو امتى يكون المغادره وانك تسيب العلاقه دي هو ده الخيار الافضل ليكي. اما النقطه السادسه والاخيره معانا هي هتكون رسائل ختاميه كده ليها علاقه بالفيديو وموضوع الحلقه بتاعتنا، عشان خاطر نلخص لك موضوع الحلقه وتبقي فاهمه المطلوب منك كويس. عشان كده اتاكدي كويس انك تكملي الفيديو للاخر عشان يبقى الموضوع واضح ليكي كويس جدا. وقبل ما نبتدي في موضوع الحلقه ما تدخلوش عليا يا جماعه باللايك والشير والسبسكرايب، خصوصا اللايك عشان الفيديو ينتشر بين الناس وناس تانية تستفيد اكتر واكتر. هنتكلم على اول نقطه معانا وهي التعريف المختصر للنرجسيه. النرجسيه هو الشخص النرجسي هو اللي بيتجمع فيه 4 صفات: حب الذات المفرط، الغرور، قله التعاطف، والنقطه الاخيره معانا هي الحاجه الدائمه للاعجاب، طول الوقت عايز يلاقي الاعجاب في عيون الناس. لكن هنا في نقطه مهمه جدا وهو ان انا افرق بين الشخصيه النرجسيه وبين اضطراب الشخصيه النرجسيه. وهي يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ بمنتهى البساطه كلنا احنا كبشر او في بشر كتير جدا حوالينا عندهم بعض صفات الشخصيه النرجسيه، اللي هو عادي في ناس بيحب ان هو الناس تمدحه طول الوقت، عنده حب ذات لكن ما عندوش حب ذات مفرط. الفرق بين الشخصيه النرجسيه وبين اضطراب الشخصيه النرجسيه هو ان اضطراب الشخصيه النرجسيه الشخص اللي عنده المشاكل دي بتنعكس على العلاقات وعلى الناس اللي حواليه، وبيبقى عنده افراط في كل حاجه. يعني الواحد انا تمام بحب نفسي، اوكي انا عندي حب ذات بس مش حب ذات مفرط يخليني ان انا اتغر يؤدي الى غرور على باقي الناس. انا اوكي بحب الاقي الاعجاب اكيد من الناس اللي قدامي، لكن مش طول الوقت انا كل همي ان اخد الاتنشن او اخد الاعجاب او اخد التقدير من الناس اللي حواليا. وكذلك كل نقطه في النقط الاربعه اللي انا ذكرتهم في اضطراب الشخصيه النرجسيه او صفات الشخص النرجسي، كل النقط دي لو زادت قوي هي دي اللي بتؤدي لاضطراب الشخصيه النرجسيه، لان ده هياثر على علاقات الشخص مع الناس اللي حواليه. النقطه الثانيه اللي هنتكلم فيها هي العلامات اللي بتدل على ان جوزك نرجسي. اول علامه بتبين ده هو فكره ان هو بيبقى عايز يسيطر سيطره كليه وسيطره تامه على كل حاجه في حياتك. حرفيا هو ما بيحبش اي اسبكت او اي مظهر من مظاهر حياتك يكون اوت اوف هيز كنترول. وده طبعا هنا لازم نفرق ما بين الزوج الحقيقي او الراجل الحقيقي وبين الزوج النرجسي. الراجل الحقيقي هو لازم يكون عارف كل حاجه عن مراته، لازم يكون متابعها، لازم يكون مخلي باله منها، لازم يكون يحميها، لازم يكون يمنعها من الحاجات لو هي ماشيه في طريق غلط او ماشيه مع صحاب غلط او كده، ده كله تمام. لكن هو مش عايز يسيطر عليها سيطره تامه عشان خاطر يعزلها عن كل حاجه فيفضل هو اللي مسيطر عليها. وده اللي بيفرق الزوج النرجسي عن الزوج الطبيعي. الزوج الطبيعي هو بيتدخل في مراته لان هي مسؤوله منه وهو فعليا مسؤول عنها، فبالتالي هو لازم يتدخل، لكن في نفس الوقت هو مش بيعزلها عن العالم. في نفس الوقت هو مش بيتضايق لما هي بيبقى ليها نجاح او ليها علاقات او تعرف ناس تانيين، ما عندوش اي مشكله في الكلام ده. لكن اول ما تلاقي جوزك بيبتدي يسيطر على كل حاجه في حياتك وعايز يعزلك عن كل حاجه، واي حاجه انت بتحبيها بيبتدي يقلل منها، فهنا دي علامه مهمه قوي تخلي بالك منها ان جوزك ممكن فعلا يبقى شخص نرجسي. العلامه الثانيه هو ما بيتحملش مسؤوليه اغلاطه تماما، بل بالعكس دايما بيلومك انت على كل غلط هو بيغلطه. الشخص النرجسي او الزوج النرجسي يا جماعه ما عندوش اي تحمل مسؤوليه لاغلاطه. كلنا بنغلط، لكن الفرق بين الانسان السوي والانسان غير السوي هو الانسان السوي لما هو بيغلط بيقول انا الغلطه دي غلطتي، انا السبب فيها، في اسباب ادت، لكن مفيش اي مبرر للغلط اللي انا عملته، انا هخلي بالي منه وهعدل من سلوكي. لكن الزوج النرجسي مش كده ابدا. الزوج النرجسي مهما غلط ومهما عمل من افعال مستحيل هيطلع نفسه غلطان، مستحيل. هو ما بيغلطش. الزوج النرجسي ده هو سبحان الله ملاك نازل من السماء، ما بيغلطش ابدا، ما بيقولش انا اسف، ما بيقولش انا غلطان، ما بيقولش الحق عليا، بل بالعكس هيلومك او هيلوم اي حد تاني، هو مستحيل يطلع نفسه غلطان. العلامه الثالثه بقى اللي بتاكد لك ان جوزك شخص نرجسي هو دايما هتلاقيه بيقلل من مشاعرك، وممكن كمان يتريق على مشاعرك او يسخر من مشاعرك دي. يعني مش هتلاقيه حاسس قوي بيكي لما انت تيجي تتكلمي في حاجه، سواء كانت الحاجه دي عجباكي او الحاجه دي بتضايقك، مش هتلاقيه اللي هو متعاطف معاكي وحاسس بيكي ويقول لك ازاي كده، لا خالص على فكره. هتلاقيه كده ممكن في الاول عشان يسيطر عليكي، لكن وانس ان هو اتجوزك وبقى جوزك وانت خلاص عايشه معاه، لما هتيجي تتكلمي في اي حاجه من الحاجات دي هتلاقيه هو مش فارق معاه، بالعكس ممكن يجي له وقت كمان ويبتدي يتريق على مشاعرك، يجي يقول لك انت مأفوره الموضوع قوي، الموضوع مش مستاهل كل ان انت الحاجه دي تحبيها قوي كده، الموضوع مش مستاهل ان انت تتضايقي منه قوي كده، في ايه يعني، ما في غيرك شاف اكتر من اللي انت شفتيه. هتلاقيه دايما بيقلل من حجم المشاعر بتاعتك، سواء كانت المشاعر دي مشاعر فرحه او مشاعر حزن. والعلامه الرابعه والاخيره معانا اللي بتنهي الموضوع تماما ان هو تلاقيه بيهتم جدا بالمظاهر الخارجيه اكتر من العلاقه الحقيقيه اللي بينكم. يعني ايه؟ يعني هو في علاقتك معاه بيهتم قوي ان انتوا قدام الناس تبانوا بيرفكت والعلاقه بينكم زي الفل، ويعاملك حلو جدا قدام الناس، وتلاقيه طيب جدا معاكي وحنين جدا معاكي ويكبرك قوي قدام الناس كل حاجه، حتى لو في البيت هو مبهدلك. وهنا لازم نفرق
نفرق بين نقطه مهمه قوي. الراجل الصح هو لازم يكبر من مراته قدام الناس، مش كل راجل بيكبر من مراته قدام الناس حتى لو بينهم مشاكل معناها انه زوج نرجسي، لا مش ده اللي انا بقصده تماما. انا اللي انا اقصده هو فكره ان هو مش مهتم ابدا بينكم العلاقه تبقى عامله ازاي، مش مهتم ابدا ان هو بينكم العلاقه تتصلح ولا لا. هو حتى لو بينه وبينكم مشاكل وبالعكس وانت اللي بتحاول تصلحي المشاكل دي، هو مش فارق معاه. هو كل همه انه لما يطلع بيكي قدام الناس انا بيرفكت وانا حنين جدا، انا راجل كويس جدا، انا طيب، انا رومانسي، انا بعمل لك كل حاجه، انا. لكن لما بيرجع معاك في البيت مش مهتم ابدا ان هو يصلح المشاكل دي. بالعكس لما تيجي انت تحاولي تصلحي ممكن جدا تلاقيه بيتهرب منك، مش عايز يقعد معاكي، يجي يقول لك انا مشغول، انا تعبان وعندي ضغط شغل، ما عنديش حيل اسمع النهارده، بكره ان شاء الله نتكلم. هتلاقي عنده الحاجات دي، هتلاقيه مش مهتم ابدا ان هو يصلح العلاقه الحقيقيه اللي بينكم. على العكس بقى قدام الناس هتلاقيه طالع في صوره الشخص الملاك اللي ما حصلش. وهنا لازم انبهك على نقطه مهمه جدا تخلي بالك منها في حاله ان كان جوزك نرجسي. هتلاقيه دايما لو لاحظتي هتلاقيه بيحطم ثقتك بنفسك، مش بيعزز ثقتك في نفسك، مش بيمدحك، مش بيقول لك لا برافو عليكي انت شاطره، والله كتر خيرك، تسلم ايدك، ايوه طبعا ما هو مفيش احسن منك. مش هتلاقيه ابدا بيسمعك اي كلام فكره ان هو يعزز ثقتك بنفسك. بالعكس هتلاقيه دايما بيحطم ثقتك في نفسك بس تدريجيا كده، واحده 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 واحده، ومره واحده هتلاقيه جدا بيعلي ثقتك فيك في نفسك. ليه كده؟ لان هو بيبقى عايز يلعب بيك، بيبقى عايز يشدك، اللي هو اسلوب الشد والجذب، عايز اساسا احطم الثقه، فتلاقيه اغلب الوقت بيحطم ثقتك في نفسك، فانت تبتدي تزعلي منه فيبتدي يمدحك عشان يفضل دايما مسيطر عليكي. خلي بالك جدا من الموضوع ده، هتلاقيه دايما هو مش مقدر اللي انت بتعمليه، دايما بيكسر فيكي. واكيد طبعا الشخص اللي هو همه المظاهر الخارجيه اللي بيحطم ثقتك في نفسك، اكيد الشخص ده هو مش بيتعاطف تعاطف حقيقي معاكي او مع الناس اللي حواليكي. لو انت جيتي ركزت كده هتلاقي التعاطف كله مظاهر، التعاطف كله عشان يبان ان هو انسان متعاطف، لكن هل هو فعليا متعاطف ولا لا؟ هتلاقيه لا. لو حد دلوقتي انت جيتي سالتيني وقلت لي طب انا منين اعرف هو فعليا متعاطف ولا لا؟ عن طريق افعاله مش عن طريق كلامه. كلنا بالكلام، مفيش مننا حد بيغلط، كلنا لو على الكلام كلنا هنخش الجنه على فكره. اي حد في اجابه الصح والغلط احنا كلنا بنجاوب صح، بس افعالنا ايه؟ فانت ما تاخديش بكلامه ابدا، بالعكس هتلاقي كلامه جدا كويس، وهتلاقي كلامه جدا ان هو ممكن يظهر امباثي او سيمباثي towards you او towards اي حد هو يعرفه في الناس اللي حواليه، لكن في الواقع هو افعاله عكس كده تماما. فركزي جدا على افعاله، هتلاقي ان افعاله ما عندوش اي رحمه، ما عندوش اي تعاطف فعلي حقيقي مع الناس اللي حواليه. دلوقتي بقى هنيجي للنقطه الثالثه، وهي فكره ازاي تتعاملي مع الزوج النرجسي. ايه هي الخطوات والحاجات اللي لازم تعمليها في حاله ان انت خلاص جوزك نرجسي وفي نفس الوقت انت عايزه تكملي معاه حياتك، مش عايزه تخربي بيتك. فلازم في نقط معينه لازم تعمليها، ما ينفعش الحياه تتساب كده هبهزرد والدنيا تمشي كده وخلاص. لازم انت في خطوات معينه لازم تعمليها. اول خطوه لازم تفهميها كويس جدا ان المشكله دي انت مالكيش اي ذنب فيها، يعني ما تحمليش نفسك غلط انت مالكيش اي ذنب فيه. الزوج النرجسي دي مشكلته هو بياخد مشاكله وبيسقطها على الناس التانيين. ممكن جدا تلاقي ان اغلب مشاكل حياته هو ساقطها عليكي، هو مطلعك ان انت السبب، بيقول عليكي انت السبب اللي خليتيني اعمل كاني وماني ومش عارف ايه، وكل غلطاتي دي انت السبب فيها. اوعي 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 تقعي في الفخ ده. الاغلاط اللي بيتسبب فيها الزوج النرجسي هو اللي مسؤول عنها، انت مالكيش اي دخل فيها، انت مش مسؤوله عن اي غلط من اغلاطه. تاني حاجه لازم تفهميها كويس هو انك لازم تحطي حدود واضحه ليكي، حدود دي تحميكي نفسيا وجسديا، لان يا جماعه سيفتي كامز فيرست. وسيفتي هنا مش بتكلم بس على امانك الجسدي، واللي هو نقطه مهمه جدا في التعامل مع الزوج النرجسي عكس في التعامل مع الزوجه النرجسيه. الفيديو الجاي ان شاء الله هبقى اتكلم عليه. الزوج النرجسي فيه مشكله كبيره ان الرجاله ربنا ادالهم عضلات اكتر من الستات، ادالهم قوه وصحه اكتر من الستات. فالزوج النرجسي في حاله ان انت وضحتي له ان هو نرجسي او حس ان انت فهمت ان هو نرجسي، ممكن جدا يمارس عنف عليك، عنف جسدي. هنا مش بتكلم على عنف نفسي او كده، لا بتكلم على عنف جسدي. فاكيد خليكي فاهمه ان سيفتي كامز فيرست. سيفتي كامز فيرست ده اللي هو صحتك. لو موضوع بيخص امنك او جسدك او صحتك او صحه اولادك، ان هو ابتدى فعليا يطلع ده في شكل عنف يمارسوا عليكي ضرب او ضرب على اولادك، اكيد خدي بعضك وامشي على طول. ما تحطيش نفسك في الخانه دي ابدا، ما تجيش تقول لا انا هتحمل انا هعمل، لا خدي بعضك وابعدي، روحي عند اهلك، روحي عند اي حد من قرايبك، ابعدي واقعدي بعيد عنه لحد هو ما يتعدل. لان هو بعد الشر ممكن الزوج النرجسي مع الوقت ممكن يؤدي ان هو فعليا يجيب لك عاهات مستديمه او يجيب تشوه نفسي لاولادك. فاوعي تحطي نفسك في الخانه دي. فسيفتي كامز فيرست. بس سيفتي الامان مش بس انا بتكلم فيه الامان الجسدي، انا كمان بتكلم على الامان النفسي. عشان كده لازم تحطي حدود واضحه جدا ليكي، حدود واضحه جدا لمشاعرك، حدود واضحه جدا انك تحمي نفسك جسديا ونفسيا. ولازم تفهمي له الحدود دي، اللي هو انا مش هسمح ابدا بيك ان انت تتلاعب بيا نفسيا، انا فاهمه كويس انا مين، انا عارفه قدراتي كويس انا ايه،
ومش هسمح لاي حد يتخطى حدوده معايا. ثالث حاجه، افهمي كويس ان انت اوعي تدوري على الفاليديشن منه. كل انسان فينا يا جماعه بيحب يسمع كلمه حلوه من شريك حياته، بيحب يسمع كلمه حلوه من الناس كلها، ما بالك بقى من شريك حياتنا اللي احنا مقضيين معاه عمرنا. كده عايزين نسمع منه التقدير، الكلام الحلو والحاجات دي. اوعي انت كزوجه تدوري على التقدير ده منه. التقدير ده مش هيسمعه لك ابدا، بالعكس هو هيبقى فاهم كويس قوي ان انت قاعده مستنيه منه التقدير، وهيبتدي يستغل ده ان هو يتلاعب بيكي، ان هو يسيطر عليك. مره يمدحك و50 مره يذم فيكي، بس دايما هيفضل يشد ويجذب عشان يسيطر عليك. فبالتالي اوعي تستني منه حاجه. خلاص الشخص ده اللي هو انا بعتبره هو خلاص هو حد موجود، انا عايشه عشان خاطر ظروف بيتي، مش هينفع اطلق، عندي اولاد وعايز اربيهم في بيئه سويه، ايا كان عايزه اصبر لحد ما يمكن ربنا يهديه، وكل حاجه ممكنه، ما فيش حاجه بعيده عن ربنا. لكن انت في الوقت ده اوعي تستني منه الفاليديشن، اوعي تستني منه الكلمه الحلوه. الكلمه الحلوه دي انت خلي عندك ثقه في نفسك ان انت حد كويس، انت مش محتاجه منه اي حاجه. النقطه الرابعه بقى انك تتجنبي تماما الدخول معاه في جدالات طويله، يعني ما تخشيش معاه في نقاشات طويله وحوارات كده واخد وعطاء، لان الكلام ده كله مش هيوصلك لحاجه. الشخص النرجسي هو شخص ذكي جدا وبيعرف جدا يقلب الامور، حقيقه الامور، ويطلعك انت غلطانه. فيعني الجدال معاه مش هيوصل لحاجه، هو تضييع وقت، تعب نفسي، تعب ذهني، تعب كل حاجه. مفيش اي داعي تتجادل معاه. عايزه تتناقش معاه يقول لك ايه دايركت تو ذا بوينت كده، انا بتكلم معاه داخله في قلب الموضوع، ما هيقعد يجيب لك يمين وشمال، لا انا بتكلم في النقطه دي. لقيتيه ابتدى يدور او ابتدى يطول سوري، وابتدى يلف ويدور، خلاص مفيش اي داعي تكملي نقاش معاه، قولي له تمام 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 تمام، خدي بعضك وانسحبي. النقطه الخامسه دي ونقطه مهمه جدا، قوي ثقتك بنفسك. وقوي ثقتك بنفسك هنا مش هنا هاجي اقول لك زي باقي الفيديوهات وباقي الناس يقول لك لازم تنزلي تشتغلي ولازم تحققي اهدافك وتحققي احلامك، على فكره ابدا. لان هنا لازم في نقطه مهمه جدا، ان جزء كبير جدا من تحقيق هدف وذات المراه هو بيتها، اللي هو للاسف الناس الكتيره في الزمن ده بالذات بيبتدوا يحطموا النقطه دي وبيحاربوا النقطه دي، ودي مواضيع تانية، يعني موضوع تاني كبير قوي هنبقى نتكلم عليه في حلقات تانية. لا انت لو انت ست بيت، او لو انت همك الاساسي البيت وهمك الاساسي جوزك وبيتك وعيالك وتربي عيالك كويس والحاجات دي، فهمي كويس انت مش محتاجه ابدا انك تنزلي تحققي هدفك وذاتك بانك تنزلي تشتغلي او بتنزلي تعملي، لا خالص. انت قوي ثقتك بنفسك بان انت افهمي انت فعليا اللي انت بتعمليه ده حاجه كبيره قوي. افهمي اللي انا بعمله في دوري ايا كان دورك ايه. لو انت بتشتغلي برافو عليكي، لو انت ست بيت برافو عليكي، مش لازم لو انت ست بيت يبقى انت في الحاله دي اثبتي نفسك زي ما بيجيبوا في الافلام والمسلسلات وفي كل الدنيا وتنزلي تشتغلي وتحققي ذاتك في الشغل خالص. على فكره حققي ذاتك ان انت تقوي ثقتك بنفسك، تبقى عندك ثقه في اللي انا بعمله ده حاجه كويسه جدا. انا فاهمه الرول بتاعي في الحياه اللي انا عايشاها دي، انا فاهمه ربنا طلب مني ايه، انا اللي بعمله كويسه فيه، ايا كان ايه اللي انت بتعمليه في الوقت ده. قوي ثقتك بنفسك، امدحي نفسك، حوطي نفسك بناس يسمعوكي الكلام ده. كلام ان انت تحوطي نفسك بناس ايجابيه، مش ناس يتريقوا عليكي بره وفي نفس الوقت عندك جوزك بيسخر منك جوه، او زوج نرجسي. انت في الحاله دي كده حوطي نفسك بناس سلبيه. اوعي تعملي كده. لو ربنا ابتلاكي بزوج نرجسي ففي الحاله دي ما تزوديش الامر عليكي. اتاكدي كويس جدا ان الناس اللي انت بتقعدي معاهم او الناس اللي انت بتقضي معاهم وقتك، الناس دي ايجابيه، الناس دي بتسمعك كلام حلو، الناس دي فعليا بتزود ثقتك وبتعزز ثقتك في نفسك. النقطه الرابعه اللي احنا قلنا هنتكلم عليها وهي فكره هل جوزي النرجسي ده ممكن يتغير ولا لا. بصي هجيبها لك ببساطه، مفيش حاجه بعيده عن ربنا. كل يجي يقول لك النرجسي ما بيتغيرش، الكلام ده كله غلط يا جماعه، الكلام ده كله غلط. الواحد بيبقى كافر وبيسلم، الواحد بيبقى مسلم ممكن يسيب دينه ويبقى يلحد. فالناس بتغير، يعني يا جماعه معلش دينها بتغير حاجات كبيره. فحد يجي يقول لك شخص نرجسي ما بيتغيرش، لا. بس هل التغيير ده سهل؟ لا صعب جدا، عشان اكون صريح معاكي. حاجه احتماليتها صعبه جدا، لان مشكله الشخص النرجسي هو ما بيشوفش نفسه نرجسي، هو ما بيشوفش نفسه عنده مشكله. الشخص النرجسي بيتغير في الحالات دي. امتى يتغير النرجسي؟ لو لقيتي جوزك ده النرجسي ممكن امتى يتغير؟ في الحالات دي. لو لقيتيه فعليا هو فاهم كويس جدا وفهم كويس جدا واعترف ان هو نرجسي، اعترف ان هو عنده مشاكل نفسيه، اعترف ان هو عنده اضطرابات نفسيه وبتاذي كل الناس اللي حواليه. دي اول حاجه لازم كده بدايه الكلام، مش اول حاجه انه يروح يتعالج عند دكتور نفسي، لا. لان في خلي بالك في زوج نرجسي لما يحس ان انت بتضيعي منه فبيبقى عايز يرجعك، فيقول لك ايه، يقول لك خلاص انا فهمت غلطتي، انا كذا كذا، انا هروح لدكتور نفسي اتعالج. اوعي 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 تقعي في الفخ ده. شوف قلت لك كم مره، اوعي 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 تقعي في الفخ ده. مش معنى انه جه عايز يتعالج معنى كده ان هو خلاص، لا. لما تلاقيه فعليا حس بغلطه، تلاقيه فعليا بقى عنده ندم، فعليا بقى فاهم ان انا عندي مشاكل، فعليا تون صوته وطريقه كلامه معاكي فهم انا عندي مشاكل كتير قوي، انا فعليا عندي مشاكل كتير، وتلاقيه ابتدى خد اكشنز
ان هو فعليا يروح لدكتور نفسي او يبتدي ايا كان، مش لازم يروح لطبيب نفسي يعني، يسمع كورسز، يتفرج على حاجه، يجي يقعد معاك يقول لك انا ملاحظ عندي مشاكل كذا وكذا، لو جيت عملت كذا انت نبهيني، انت اعملي، لو لقيتيه اخذ اكشنز يبقى هنا ممكن فعليا يتغير. لكن ان جنرال ان جوزك يتغير او الشخص النرجسي على فكره سواء كان راجل او ست، بس هنا بنتكلم عن الزوج النرجسي، ان هو يتغير جدا صعب، ان هو بيبقاش فاهم او باش مقتنع ان هو اساسا عنده مشكله. الحاجه الثانيه اللي عايز اوضحها لك، هو ممكن فعليا النرجسي بيتغير مع الوقت بس لو اتعرض لمصيبه كبيره، يعني لو هو مثلا بيحبك قوي تمام وانت بعدتي وسبتيه وخلاص وانفصلتي عنه، هنا دي تروما بقى. لما بيتعرض لتروما ايا كان نوع الصدمه اللي هو بيتعرض لها ايه، سواء كان بقى طلاق، سواء كان بقى ان انت سبتيه وخلاص، سواء كان بعد الشر لو عنده حد غالي عنده مثلا عياله او كده حصل له مشكله كبيره او توفى او كده، في الحالات دي لما بيتعرض لصدمه عاطفيه بيبتدي يقف، هنا بيبتدي يقف، بيبتدي يحس ان ده يمكن يكون عقاب ربنا ليه بسبب الحاجات السيئه اللي انا عملتها في الناس اللي حواليا. لكن ارجع واقول واعيد وازيد ان جنرال هم ما بيشوفوش نفسهم غلطانين، بالعكس شايفين نفسهم هم دايما الاحسن، فصعب جدا انه يتغير. النقطه الخامسه اللي قلنا هنتكلم عليها هو امتى تكون المغادره ده هو الخيار الافضل ليكي، امتى انك تسيبيه وتمشي ده يبقى افضل خيار ليكي. في طبعا حاجات انا هتكلم عليها، لكن هنا لازم انوه لنقطه مهمه قوي، مش انا اللي هاجي اقول لك ولا غيري ولا 50,000 واحد تاني تمام يجي يقول لك هو ده الوقت اللي تمشي فيه تمام، انت الوحيده اللي عارفه بجد ده الوقت اللي تمشي فيه ولا لا، لان محدش فينا حاسس بكم الاذى والعذاب اللي انت بتتحمليه، ولا في نفس الوقت حد فينا عارف قدره تحملك. يعني انا ممكن مثلا بالنسبه لي اجي اسمعك اجي احس ان الموضوع ده مستحيل، لو انت مثلا تواصلت معايا وجيتي مثلا اخدت رايي وكده اجي اقول لك ان الموضوع ده مستحيل تحمليه امشي وسيبيه، على سبيل المثال طبعا مش هقول لك كده، وانت في الحقيقه قدره تحملك هو اكتر من كده بكتير، انت مثلا اتعرضتي للعذاب 1000 انت قدره تحملك 50,000. انا مش بقول لك افضلي قاعده تعذبي لحد ما تبقى قدره تحملك توصل 50,000 وتكملي تماما، مش ده اللي بقوله، بس بقوله ان الهدف الاساسي من الجواز هو الحفاظ على البيت والاستقرار والامور دي كلها، فطالما انت قادره تتحملي اكيد لليفل معين انت اللي تحدديه مش انا اللي احدده، في الحاله دي خليكي مكمله، لكن لو ما قدرتيش خلاص اكيد امشي. لكن خليني اقول لك على نقط معينه كده، دي نقط اساسيه خلينا نقول هي دي الاغلب الاوقات اللي انت فعليا لازم تقرري فيها تمشي. اول حاجه هو لو انت لقيتي نفسك بتتعرضي لعنف جسدي زي ما قلت كده قبل كده، لو لقيت الموضوع بيخص يور سيفتي امنك وامانك او امنك وامن عيالك امن اي حد من عيالك، فاكيد خدي بعضك وانسحبي تماما، لان هنا الموضوع بقى ليه علاقه باسد جسدي مباشر، بقى فيه ضرب بقى فيه عنف بقى فيه كذا عليكي او على اي حد من عيالك او على اي حد من اهلك، مثلا لو في حد من اهلك عايش معاكي او كده اكيد انسحبي تماما. اما النقطه الثانيه اللي برضو تخليكي لازم تنسحبي، لو انت حاولتي كتير 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 ولقيتي ان مفيش اي حاجه بتتغير وانت ما بقيتيش قادره تتحملي اكتر من كده، بل بالعكس انت ابتديتي تفكري ان انا عايزه راجل تاني في حياتي، انا عايزه اكون متجوزه حد تاني، ولو مثلا انت ست بتشتغلي او عندك قرايب او كذا ابتديتي تفكري انا ليه ما يكونش فلان ده جوزي، انا ليه ما يكونش جوز فلانه صاحبتي يبقى ده جوزي. لو وصلت للمرحله ان انت ابتديتي تفكري انا عايزه راجل تاني غيره، انا نفسي في راجل تاني، انا جوز مراتي انا جوز صاحبتي ده عاجبني، انا قريبي ده بيعامل مراته كويس، لو الموضوع ابتدى يتنقل لمرحله ان انت بتفكري في رجاله تانية مش راجل معين بعينه بس ان انت عايزه راجل تاني، انا بقول لك خدي بعضك وامشي على طول. لو انت ما عملتيش كده دلوقتي ده هيؤدي بيكي ان انت تكوني خاينه، هيؤدي بيكي مع الوقت كده ان انت تكلمي راجل وتفتحي الباب انك تكلمي رجاله تانيين، وهنا هيبقى اسمك خاينه لانك انت متجوزه وما ينفعش تكلمي راجل على جوزك حتى لو جوزك نرجسي، خدي بعضك وسيبيه وبعد كده ربنا يبعت لك اللي احسن منه. لكن لو وانس ان لقيتي ابتديتي تفكري في رجاله تانية او تتمني ان يبقى في راجل تاني هو جوزك غير جوزك الحالي، الوقت ده خدي بعضك وامشي، لان لو صبرتي الشيطان مش هيسيبك وانت هتضعفي لانك انت عندك احتياجات ومفيش حد عارف يملها لك او جوزك مش عارف يملها لك، فده هيؤدي بيك الخيانه وفي الحاله دي هتبقى انت الغلطانه، فما تستنيش لما تقعي في الايه في الغلطه دي. اما الحاجه الثالثه او الكونديشن الثالث الظرف الثالث اللي يخليكي لازم تمشي وتسيبيه، هو فكره لو انت لقيتي نفسك طول الوقت ابتديتي تشكي في قيمتك، ابتديتي تشكي في نفسك، ابتديتي تشكي في قيمتك فعليا وتاثيرك على الناس اللي حواليك، لو ابتديتي تشوفي نفسك انك دايما قليله، انك دايما وحشه، انك فعلا مش حلوه، انك فعلا ناقصه، لو وصلت للمرحله دي خدي بعضك وامشي على طول، لانك انت ما ينفعش تبقي كده، مفيش حد ينفع يسمح لحد انه ياثر عليه التاثير ده، لو اي حد حواليكي بيأثر عليك التاثير ده اكيد ابعدي عنه حتى لو كان جوزك، لان ده في الاخر هيؤدي بيك لانهيار نفسي وهيؤدي بيك لحاجات سيئه جدا هتنعكس على جوزك وهتنعكس على عيالك،
مفيش اي داعي انك تعملي كده في نفسك او في الناس اللي حواليك. النقطه السادسه والاخيره معانا في موضوع الحلقه هي رسائل ختاميه بتاعه الفيديو، اللي هي خلينا اقول كده نصايح كده في نهايه الفيديو. اول حاجه لازم تفهمي ان المشكله دي مش مشكلتك خالص، انت مالكيش اي ذنب فيها، ما تحمليش نفسك حاجه انت مالكيش اي ذنب فيها نهائي، لان عايزك تفهمي كويس ان التغيير الشخص معين دي حاجه مش في ايديكي. لو الشخص نفسه مش عايز يتغير، لو جوزك مش عايز يتغير، فما تحمليش انت نفسك الهم ده، ما تحمليش انت نفسك الحمل ده وتيجي تقولي انا برضو كان المفروض اعمل واعمل. لا، انت مش مطلوب منك تعملي اي حاجه غير انك توضحي له مره واثنين وثلاثه، وانك تصبري، وانك تدعي له ربنا بالهدايه، وانك تعملي اللي عليكي، لكن ما تحمليش نفسك ذنب او خطأ فكره ان جوزي ما اتغيرش. انت مالكيش اي ذنب في اي حاجه. النصيحه الثانيه انك تفهمي كويس ان حب الذات والوعي هما اكتر سلاحين ليكي هيخلوكي تخلصي من العلاقه اللي انت فيها دي. حتى لو انت مكمله فيها هيخلوكي يعني تبعدي عن الاذى بتاع الزوج النرجسي. لازم يبقى عندك حب ذات عالي جدا، لازم تحبي نفسك، لازم تحبي تفهمي قيمتك، لازم تفرحي بنفسك وتفرحي باللي انت بتعمليه وتقدري نفسك كويس قوي. ولازم في نفس الوقت يبقى عندك وعي كبير قوي للحاله اللي انت عايشه فيها، لازم يبقى عندك وعي كبير قوي للوضع اللي انا فيه. انا فاهمه كويس انا عندي زوج نرجسي، انا عندي اولاد، انا عندي كذا، انا عندي ظروف 1 2 3، انا عندي نفسي، عندي صحتي النفسيه والجسديه، عندي اماني، عندي مليون الف نقطه ونقطه. الحاجات دول الاثنين دول، حب الذات والوعي، هم دول سلاحينك الاثنين اللي هيخرجوكي من العلاقه النرجسيه اللي انت فيها. اما النصيحه الثالثه والاخيره معانا هو فكره انك اطلبي المساعده لو احتجت لكده، ما تتكسفيش، ما تتكسفيش. لو انت لقيتي نفسك انا مش قادره انا كذا، اطلبي المساعده، روحي لطبيب نفسي، روحي لحد، كلمي اهلك، كلمي حد حواليك بتثقي فيه جدا، كلمي يا ريت يعني يبقى حد فعليا مصدر ثقه. طبعا خلي بالك ما حدش يستغل الموضوع ده ضدك او كده، او حد يستغل الموضوع ده بطرق تانية كتير احنا كلنا عارفينها كويس. فيعني اتاكدي اكيد من الشخص اللي انت هتطلبي منه المساعده، بس ما تتكسفيش. دي النصيحه الثالثه، ما تتكسفيش. لو لقيتي نفسك مش قادره اطلبي المساعده، مش حاجه عيب ابدا. دلوقتي وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى يا رب يكون الفيديو مفيد. ما تنسوش يا جماعه اللايك والشير والسبسكرايب عشان الفيديو ده ينتشر، خصوصا اللايك عشان الفيديو ده ينتشر لاكتر ناس وناس تانية تستفيد يا رب باذن الله. ولو حبيتوا تعرفوا ازاي تقدروا تقهروا وتدمروا الشخصيه النرجسيه تماما، فشوف الفيديو اللي طالع قدامكم ده. السلام عليكم.